تاريخي ضد فريق ضد منتخب كبير، منتخب اسبانيا كما كنعرفوا. فاللاعبين كانوا رجال الحمد لله، ومن نهار حطينا رجلينا في قطر حنا الحمد لله كنعدوا مباريات كبيره. كنبغي نشكر اللاعبين على هاد المجهودات اللي قدموا، كنبغي نشكر الرئيس ديال الجامعه الملكيه لكره القدم سي فوزي القجاع وجميع الاعضاء ديالو. الحمد لله موفر لنا كل شيء في الاوتيل، موفرين لنا جميع الاحتياجات اللي نحتاجوها. كنبغي نشكر السي وليد الركراكي، مدرب صراحه كبير، تعطينا كيرفع لنا من المعنويات ديالنا، كيعطينا توجيهات جد زوينه. فبالنسبه لي حنايا كلاعبين وبالنسبه كصاحبنا كاخونا كالاب ديالنا كل شيء، الحمد لله انا جد فخور. يمير قول لي الوقت اللي دخلتي فيه كان صعب جدا، واشنو هما التعليمات اللي عطوك وليد؟ اشنو هما التعليمات؟ فبالنسبه للدخول ديالي فماشي غير هذا الماتش اللي كان ماشي في هذه المباراه اللي كان جد صعب، فحتى المباراه ديال بلجيكا والمباراه ديال كندا دخلت في توقيت صعيب. الحمد لله كنحاول انني والتعليمات كانت على مراقبه المراطه او التعليمات كيف ما خلى نايف اقرد. كنتمنى ليه بالمناسبه الشفاء وما يكون عنده حتى شي حاجه. كيف ما لعب نايف اقرد فاعطتني التعليمات انني نكمل الخدمه ديال نايف اقرد. برافو عليك. ونحاول انني نخليو الشركه ديالنا صفر وما يتمارك علينا حتى بيش. الحمد لله هادشي اللي استطعنا اننا نقاوموا الجميع الهجمات ديال انتم اليوم صنعتوا التاريخ، اول منتخب عربي يصل للدور ربع نهائي، رابع منتخب افريقي يصل لهذا الدور، ولكن لا يجب التوقف هنا، يجب الذهاب بعيدا اكثر. اسمح لي ما سمعتش السؤال ديالك. يجب الذهاب بعيدا اكثر، عنده اول منتخب عربي يصل لهذا الدور. بطبيعه الحال فهذا انجاز تاريخي، وهذا الحمد لله شرفنا الكره العربيه وشرفنا الكره الافريقيه عامه. فهذا انجاز الحمد لله ما جاش عن فراغ، فجاء عند عمل وانجاز، فجاء عن عمل وانجاز وخدمه كبيره اللي كنديروا. فالحمد لله احنا جينا باش ما نلعبوش 3 الماتشات ولا نجيو نلعبوا 3 مباريات. الحمد لله احنا مستعدين ان نواجهوا اي منتخب ونكونوا للند ديالو. ما كانت التعليمات من اجل ركلات الترجيح؟ ما كانت عندنا تعليمات. ما كانت عندنا تدربتم على ذلك؟ تدربوا في بعض اللاعبين تدربوا على ركلات الجزاء، ولكن الحمد لله. اليوم المنتخب المغربي هو اللي كيستحق الفوز، عارف ليش؟ لان المنتخب الاسباني كان ممل، لم يقدم اي شيء في طيله المباراه. المنتخب المغربي هو اللي كان يستحق. المنتخب الاسباني كما كنعرفوا فهو كيستحوذ على الكره فقط لا غير، فما كيشكلش خطوره كثيره، كيلعب عرضيات ولا كيلعب برافو عليك في الظهر. نعم. فحاولنا اننا ننتظروا ونخليهم يلعبوا الكره، خليوا لهم الكره. المهم حنايا ما يتفزعش لنا الهدف، واننا نحاولوا نباغتوهم بشي كونتراطاك. والحمد لله مكسب. جونا عده هجمات نعم لسانحه التسجيل. فهما جاو شي هجمات ولكن ما كانش صعيب علينا والحمد لله. كنبغي نشكر كل شيء والجماهير الغفير اللي جات ساندتنا، وبالمناسبه كنشكر سيدنا جلالة الملك نصر الله. نعم. هو الحافز ديالنا والرياضي الاول ديالنا، والداعم الاول ديالنا. بطبيعه الحال. فكنبغي نهدي ليه هذا الفوز هذا، وكنبغي نهدي لعائلته وجميع الامه المغربيه. اليوم وكانكم تلعبون في المغرب.